يوم 1 رمضان سنة 2017 واحد اسمه تامر محسن هيهكر حياتك وحياة أغلبنا من خلال المسلسل ده، مسلسل هذا المساء. بص يا شقيق، لما هتيجي تبص على المسلسل ده فانت هنا مش قدام مسلسل رمضاني حلو أو درامي ناجح، لأ، انت هنا قدام علاقات إنسانية لما بتتفرج عليها من أول حلقة بتشوفها هادية وجميلة وقد ايه العلاقات كلها سوية، لكن لما بتوصل للحلقة ال30 ده لو وصلت يعني بتكتشف ان كل العلاقات دي كانت علاقات توكسيك ومنيلة بنيلة، ولا هي جميلة ولا حاجة. زيك كده بالظبط لما بتخش اي علاقة بتبدأ بحلاوة بدايات، وبعد كده تعدي فترة الاكسباير، وبعد كده تبدأ وحاشة الخناقات والنهايات. طب هو ايه المميز في مسلسل هذا المساء؟ ده مش سؤال عشان الهوك واخليك تكمل الحلقة وكده، لا يا شقيق، هو فعلا ليه المسلسل ده بمثابة تحفة فنية، بل هو أعقد مسلسل من وجهة نظر أنا عمله تامر محسن. عارف ليه؟ لأن المسلسل ده كان بيتكلم عننا فقط. مفيش قصة كبيرة هتجري وراها، مفيش فكرة جديدة روشة هي اللي سحلاك في المسلسل. أقول لك على حاجة، مفيش لاين درامي بنجري وراه طول ال30 حلقة. طب أمال إيه بقى؟ ليه المسلسل ده حلو؟ على فكرة أنا جاوبتك من شوية، لو عاوز تقفل الفيديو اقفله، بس استنى قبل ما تمشي أنا عاوز أسألك سؤال كده. أنت تسمع عن مصطلح أثر الفراشة؟ ما تسمعش؟ طب تعالى هقولك. مصطلح أثر الفراشة ده يا شقيق عرفناه من خلال نظرية اسمها نظرية الفوضى. نظرية الفوضى كانت مبنية على أساس على إن أي كارثة كبيرة أو أي حاجة فجة بتحصل لنا في حياتنا أو بتحصل في المجتمع وفي العالم كله بيكون أساسها حاجة تافهة وبسيطة أوي وملهاش أي قيمة، لكن نتائجها بتكون نتائج كارثية. هو ده بقى مصطلح أثر الفراشة، أساس مسلسل هذا المساء اللي بيبدأ في أول حلقة بكاميرا مراقبة لمحل موبايلات حد بيسرقه، والمحل ده بتاع مين؟ بتاع سوني وسمير وتريكة، 3 شباب زي الورد. بعدها بشوية بتشوف عيلة مصرية جميلة ملمومة كلها على السفرة بتتغدى بعد الصلاة وبتتفرج على تياترو مصر، حاجة في قمة النوستالجيا. وبالمناسبة دي عيلة سمير وتريكة اللي متكونة من نور بنت سمير وعبلة بنت عم سمير وعم جمال أبو سمير وتريكة. بعدها بشوية هتشوف معاهم واحد رابع بيشرب عصير قصب ويلعب معاهم ساعة كورة، وحاجة في قمة روتين أجازتك، ولو انت ما عملتش كده في الويك اند بتاعك يبقى عندك مشكلة. المهم بعدها على طول الشخص الرابع ده بياخد سمير وياخدني وياخدك انت شخصيا لعالم ايجيبت، العالم اللي انا وانت بنسمع عنه بس لكن ما بنشوفوش. وهنا بنتعرف على المستر أكرم، مدير مجموعة شركات كبيرة أوي، صاحبها يبقى أبو نايلة مراته. وعلاقة سمير بمستر أكرم تكون إن سمير مجرد شغال سواق عند مستر أكرم. قد إيه مستر أكرم ده راجل محترم وطيب، شوف بيتعامل إزاي مع السواق بتاعه، يلعب معاه كورة ويشرب عصير قصب ويتمشوا سوا، حاجة يعني في قمة التواضع. لكن في الحلقة ال30 العالم الجميل ده كله اللي أنا لخصته لك هيكون منهار ومتفكك بل ومتدمر كمان. طب إزاي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا شقيق أثر الفراشة. عشان أفكك لك شفرة مسلسل هذا المساء لازم الأول تجاوبني وتجاوب نفسك على السؤال ده. هو احنا لما بنتعرف على حد جديد في حياتنا بنشوفه ازاي وبنتعامل معاه منين؟ جاوبت؟ مادام جاوبت تعال احكي لك. ببساطة يا شقيق، تامر محسن كان واخدك في علاقة تعارف 30 يوم مع الشخصيات دي، منها تتعرف على شخصيات من نسج خياله، ومنها تتعرف على نفسك من غير ما تحس أو على جانب منها. وعشان كده انت كل يوم في هذا المساء هتعرف حاجة جديدة عن شخصية من شخصيات المسلسل، وهيواجهك انت بعيب او سر عنك انت مخبيه عن اللي حواليك، بس هو عارفه. ازاي؟ ما هو مهكرك. بص عشان ما تتوهش مني، لازم في الأول نقسم عالم المسلسل ده ل2، عالم سمير وعالم مستر أكرم. عالم سمير أنا حكيت لك عنه من بره كده أهو، الدنيا جميلة وناس بسيطة وشبهنا. عالم مستر أكرم في مراته نايلة وبنته تالة وفي شريف أخوه بس ده علاقة لوحده مستقلة، وفي صاحبه الإعلام الشهير حازم بس ده علاقة لوحده مستقلة، وفي أخته هند وجوزها بس دول علاقة لوحدهم مستقلة. وفي عز العالم المستقل بذاته ده اللي بعيد كل البعد عن بعضه وما بيتقابلوش غير في المناسبات والحاجات المهمة، نايلة بتطلب من أكرم إنهم ياخدوا بريك من علاقتهم، وأكرم ما بيقدرش يقول لنايلة
اي حاجه غير انه يوافق على البريك. وهي دي اللحظه اللي بتبدا تشوف فيها اكرم سهران بالليل كل يوم مع اصحابه، لحد ما هتيجي لحظه تجلي وحازم الاعلامي هيقول له عاوزين ناكل حاجه حرشه، تعالى ناكل سمين. فسمير هيسمع ويقول له لو كده تعالوا عندنا يا مستر، عند سمين ابو عبله بنت عمي وعلى ضمانتي. وبدا اكرم يخش عالم سمير اكتر من غير ما يحس، لحد ما بيحب عبله ان شاء الله تسلم وتعيش ويتجوزها. وكمان في عز ما اكرم بيغرز في عالم سمير من غير ما يحس، بنعرف احنا عن سمير اللي اكرم ذات نفسه ما يعرفوش. من الاخر كده بندخل السيما، العالم المظلم اللي بيهكر فيه سوني وتريكا كل الموبايلات اللي بتجيله ويتفرجوا فيها على اسرار الناس وبيوتها. سمير كان تاب، بس للأسف بعد ما تسبب في سجن واحد صاحبه اسمه حامد، بعد ما قتل مراته اللي بتخونه مع واحد غريب. وسمير كان بيتصنط على مرات صاحبه، وللأسف برضه هو اللي قال له الأسوأ من كده نور بنت سمير هي أصلا مش بنته ولا حتى بنت حامد، هي بنت الغلطة اللي غلطتها أمها زمان. وحامد طول ما هو في السجن كان فاكرها بنته، لكن لما بيخرج ويعمل تحليل الدي ان ايه بيعرف الحقيقه. قبل ما حامد يطلع من السجن يا شقيق بيظهر في حياه سمير تقى، بنت بتحاول تنتحر وترمي نفسها قدام عربيه، وسمير بيشوفها وبينقذها. تقى كانت عاوزه تنتحر لان في حد بيبتزها بفيديو جنسي ليها مع شاب كانت مرتبطه بيه زمان. هي اصلا ما كانتش تعرف حاجه عن الفيديو ده، والواد ده ذات نفسه تقى سابته، والغلطه اللي غلطتها زمان هي ندمان عليها وما عملتهاش تاني. سمير بيحب تقى، لكن لما بيعرف مشكلتها بيتحط في نفس موقف حامد صاحبه، لكن المرة دي بالعكس، لأن سمير عرف ماضيها، شافه صوت وصورة. وعشان كده سمير ما بيبقاش قادر طول المسلسل يقول لتقى انه بيحبها او حتى عاوز يتجوزها، لكن عارف مين اللي هيشوف ماضي تقى صوت وصورة ويقول لها انه بيحبها وعاوز يتجوزها؟ هو سوني، الشخص اللي بدأنا بيه المسلسل. طب ليه سوني؟ ايه اللي يخليه يقبل على نفسه حاجة زي دي؟ وازاي اصلا بيقبل على نفسه ده وهو لسه بيهكر تليفونات الناس ويتجسس على بيوتهم؟ ازاي انت بتعمل كده وعاوز كده يا اسطى؟ نسيت اقول لك على حاجة يا شيء، في اول المسلسل خالص بقى سوني كان عاوز يتجوز عبلة، لكن عبلة رفضت بحجة انها شالت فكرة الجواز ده من دماغها. لكن طبعا لما ظهر المستر اكرم الموضوع اختلف والجواز رجع يزغلل تاني في عينيها. ايوه، ده ايه علاقته باسباب جواز سوني من تقى؟ استنى يا شيء عليا. سوني من البدايه وهو من غير لا اب ولا ام وبدون عيله، حتى سمير وتريكا وعم جمال مش عيلته، ده عم جمال يبقى صاحب ابو سوني وشريكه في محل الموبايلات. فلما ابو سوني مات عم جمال ربى سوني من صغره مع سمير وتريكا. فسوني بالرغم من كل الحب والاحتواء ده فهو في احتياج دائم ومستمر لتكوين العيله المستقله بيه، العيله اللي تكون كينونته هو كسوني. ولذلك لما هيفشل انه يعمل ده بشكل شرعي في صوره الجواز من عبله هيغرز اكتر في الهاكينج ويجيب رجله ام عبير. مين ام عبير؟ اصبر يا شقيق هقولك. ام عبير ست فاضله خاينه بتخون جوزها عم صفوت مع واحد اسمه سعيد. سوني هياخدها لعصمته من الهاكينج، وام عبير مش هتمانع، واي نوت، بل ده هتحب سوني كمان. ايوه يا شقيق، انت برضه ما قلتليش هيقبل على نفسه يتجوز واحده زي تقى ليه؟ كل ده وما فهمتش. الراجل حاسس انه مرفوض طول الوقت من الحاجات الطبيعيه بتاعت كل الناس لاسباب هو مش عارفها، وفي نفس الوقت بيشوف صاحبه وانتيمه مقبول من كل الناس ومتشاف على انه قد ايه شهم وقد ايه هو بني ادم طيب، وهو الوحيد عارف سر سمير، بل هو الوحيد اصلا اللي عارف جريمة سمير في سجن حامد صاحبه. وتقى بتحب سمير، لكن سمير مفعل مود الكارف، فسوني يتجوز تقى، منها يكون العيلة اللي نفسه فيها، ومنها يكيد سمير، ومنها تقى تايبة من زمان لولا ان الفيديو بتاعها وقع تحت ايد المعلم فياض. فكده كده زيتنا في دقيقنا وكلنا شبه بعض وقريبة مننا، لكن احنا نسينا اكرم. لا يا شقيق ما نسيناهوش، بس اركن اكرم دلوقتي وتعالى على شريف اخو اكرم، يعني بس للانظار البودكاستر. شريف كان مثال للشاب الامور الحلو الناجح في شغله، وعنده البيزنس بتاعه ومصاحب واحدة حلوة عايشة معاه في بيت واحد، حاجة شبه المساكنة كده والعياذ بالله. المهم شريف بيحب صاحبته جدا وهي كمان بتحبه قوي، والاتنين متفاهمين جدا ومتناغمين جدا، حاجة في قمة الاوبن مايندد اللي هو العالي المتحررين زحليقة دول. لكن شريف بيقرر يتجوز، فاخته هند بتقول له ازاي تتجوز واحدة قبلت على نفسها انها تعيش معاك كده، واحدة انت
انت ما تضمنش هي عملت كده مع حد قبلك ولا لا. وبعدين ليه تتجوزها مادام هي عايشه معاك زي المتجوزين؟ ليه بقى تتجوزها؟ لو عاوز تتجوز بجد سيبنا انا اختار لك واحده تتجوزها. وطبعا شريف زيه زي اي شاب متني بيعمل كده عادي وبيسمع كلام اخته، وهند بتختار له حد، بتختار له الانسه ساره. الانسه ساره اللي بتحضر معاها دروس دين في النادي. بس هي مين ساره دي بقى يا اسطى؟ هقول لك يا شقيق. الانسه ساره الاخت الفاضله قبل ما ربنا يتوب عليها وتحضر دروس دين كانت في علاقه زي اللي شريف كان فيها بالظبط مع صاحبته. مع مين بقى؟ مع حازم الاعلامي المشهور، صاحب اخوه وصديق العيله. وهنا شابوا الاثر الفراشه، وشابوا الدين تدان، وشابوا الطيور على اشكالها تقع، وشابوا كل المقولات الاسرائيليه اللي بتبقى مكتوبه في ظهر النتيجه واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا من اهميتها. شايف كل العالم المفكك ده يا شقيق؟ انت بتعيشه في هذا المساء من غير ما تحس. بل العالم المفكك ده انت بتشوفه في حفله واحده كلهم حوالين بعض وكلهم بيمثلوا انهم قريبين من بعض، لكن في الحقيقه كلهم بعاد جدا عن بعض. استنى قبل ما تمشي، انت عرفت مصير اكرم ايه مع مراتاته الاتنين؟ وحقيقه المشهد الشهير دهاني اكرم لما اتجوز عبله كان شبه بيموف اون من عالم نيلة اللي كل حاجه فيه محسوبه بالورقه والقلم. وانت بتتفرج على العالم ده يا شقيق هتشوف ان كل حاجه فيه سهله ومتاحه وكلنا نتمنى نعيش العيشه دي يا عم اكرم. لكن في الحقيقه بقى علاقه اكرم ونيلة كانت عباره عن علاقه اتنين متجوزين بيحسسوا على الكلام مع بعض بدل ما يحسوا ببعض، وزي ما قال لها بالظبط في المسلسل. لكن الأسوأ في العلاقة إن كانت دايما أروى جودة أو نيلة هي اللي لازم تقود العلاقة، هي اللي بتحدد العلاقة هتبقى كويسة ولا لأ، هنكون في بريك ولا لأ. وأكرم كان متنازل لها عن الدور ده بشكل غير عادي. ونيلة مشكلتها الحقيقية إنها كانت محتاجة إن أكرم ياخد منها الدور ده من غير ما تطلب او من غير ما تقول له، وكانت محتاجه تشوف ان اكرم هو اللي بيحرك الاحداث. لكن حركه البريك اللي كانت نيلة فاكره انه حل لعلاقتهم هو بالنسبه لاكرم كان فرصه انه يمارس دور قائد العلاقه بس مع شخص تاني غيرها، شخص مختلف تماما عن نيلة. وطبعا الشخص ده شخص حرش. وهنا بتظهر عبلة ان شاء الله تسلم وتعيش، شخصية من احلى شخصيات حنان مطاوع بالنسبة لي. المهم 3/4 الرجالة لو اتحطوا في مكان اكرم بنسبة كبيرة هيعملوا زيه. لكن الجانب السيء عند اكرم ظهر فعلا لما نيلة عرفت، والاسوأ بقى كمان ان عبلة طلعت حامل. فهنا اكرم بيتحط في اختبار حقيقي للراجل اللي احنا شفناه من اول الحلقه الاولى لحد الحلقه 30، اللي هو الراجل الكيوت المسالم الهادي اللي تلاقيه دايما ما بيزعلش حد ودايما بسيط والدنيا معاه سهله وايزي. بيظهر دلوقتي على حقيقته. هل هو الشخص اللي فعلا كل حاجه عادي وايزي، ولا هو شخص اناني ما بيفكرش غير في نفسه؟ اكرم هنا يا شقيق بيختار اسوأ اختيار بناخده في حياتنا لما بنختار المادة والاعتبارات الحياتية على حساب سعادتنا الشخصية. لأن أكرم بيتحول من قد إيه راجل شهم وجميل وكيوت ولطيف لراجل عاوز مراته تجهض جنين في بطنها، على قد إنه كان سعيد قوي مع عبلة وعلاقته بنيلة اتصلحت وبقت هي كمان سعيدة، لكن على حساب الماديات وعلى حساب المظهر هيختار إنه يضحي بعلاقته بواحدة زي عبلة وإنها تجهض الجنين اللي في بطنها عشان خاطر مراته الأولانية عرفت بحقيقة جوازه. لكن عبلة ست وكان نفسها تخلف من زمان فبترفض تجهض نفسها. الأسوأ من كده كمان لما نيلة اختارت أصعب اختيار ممكن تعمله أنثى مع جوزها، إنها تديله الإيحاء إنها خانته أو تخونه بالفعل من غير ما تقوله إنها خانته. وأكرم يا حبيب أمه بقى مش عارف يعمل إيه، يصلح خيانته ولا من باب أولى يتأكد هي مراته الأولانية بتخونه مع راجل تاني ولا لا. وعشان كده لما بيحصل أول مواجهة حقيقية ما بينهم أكرم بيقول لها أنت خنتيني مع راجل تاني ولا لا، ولو لا أنا مستعد أركع تحت رجليكي عشان تسامحيني. هو اللي قال لها كده مش أنا. المشكلة إن نيلة ما بتريحوش ولا بتريحك انت كمتفرج. لو شفت المسلسل انت ما بتبقاش عارف هي خانته ولا ما خانتوش. طب كانت بتعمل ايه مع مهندس الزراعه ولا هاني لما راحوا مع بعض السخنه؟ انت كمان يا شقيق اتزاولت مع اكرم، او يمكن انا اللي مأفور في المزاوله. في النهايه اكرم بيطلق نيلة، وقبل ما يطلقها بتقول له كلمه واحده بس: قد ايه انت شخص اناني وما بتشوفش غير نفسك. وعشان تامر محسن ياكد لك انانيه اكرم اكتر، بعدها على طول أكرم بيروح لعبلة، وبعد ما كان عاوز يطلقها ويخليها تجهض اللي في بطنها بقى عاوز يرجعها عادي، وبيقول لها إنه بيحبها. لكن عبلة بتقول له أنت ما بتحبش إلا نفسك،
الايد اللي اتعودت تاخد ما بتديش، بتقول له انت اناني، لكن بطريقه كلام الشارع من الاخر. وعلى غرار من اراد كل شيء خسر كل شيء، اكرم بيطلق عبله وبيصبح سنجل فازر لنهايه المسلسل. تقى بقى بعد ما اتخطبت لسوني، لان سمير ما قبلش بيها زي ما قلت لك في اول الحلقه، ما كانتش قادره تطوع عقلها، وكانت حاسه انها بتخون سوني وهي قلبها مع راجل تاني، خصوصا ان الراجل التاني ده يبقى صاحبه. ففعلا بتقرر انها تقول لسوني انها مش قادره، وهي قالت له مش قادره من هنا، وسوني برضه ظهر على حقيقته من هنا ومسكها معايره، وطبعا فكرها بالفيديو. بل مش بس كده، ده قال لها انه لسه الفيديو معاه ومحتفظ بيه وبيتفرج عليه كله. تقى في اللحظه دي جات لها لحظه صدمه. منين؟ كان من دقيقتين بيقول لها انا بحبك وعاوز اجيب لك العفش وعاوز يريحها، ومنين بيعمل كده معاها؟ وهو ده كان الاختبار اللي كل بني ادم فينا كان بيتحط فيه، انه هيفضل ناعم وهيفضل جميل وكيوت لحد امتى؟ لحد ما ياخد الحاجه اللي هو عاوزها وبعدين يتقلب، او هيفضل ناعم وكيوت وجميل حتى لو الحاجه اللي هو عاوزها ما خدهاش. المهم يا شقيق، تقى قررت في لحظه جريئه انها تواجه المجتمع وتتكلم عن حكايتها على السوشيال ميديا، لانها مش قادره تستحمل كل شويه حد يهددها او يعايرها بغلطه هي عملتها زمان وتابت عنها، فليه تفضل عايشه خايفه طول عمرها؟ المهم يا شقيق، تقى بتكتب بوست على الفيسبوك وبتحكي حكايتها، والبوست بيسمع لدرجه ان الاعلام الشهير حازم نصير الاخلاق وقيم المجتمع بيستضيفها. وطبعا حازم لما بيستضيفها هيهاجمها ويقول لها ازاي تسمحي لنفسك تعملي كده وتفضحي نفسك بنفسك؟ دي حتى ما اتكسفتيش او انتحرتي عشان ما تجيبيش العار لاهلك. واخد بالك مين اللي بيقول لها كده يا شقيق؟ حازم، الإعلامي اللي عايش أصلا في علاقة غير شرعية مع سارة طول ال30 حلقة. أم عبير مرات عم صفوت بقى بتتقفش، وعم صفوت لما بيقفشها مش بيقتلها أو بيروح يقتل سوني أو تريكة حتى، لا، عم صفوت بياخد قرار تاني أغرب، وهو إنه يولع في السيمة كلها سواء كانوا موجودين فيها ولا لا، وهم كده كده ال3 كانوا موجودين. لكن فكر فيها، ليه عم صفوت يختار انه يولع السيمة كلها؟ وليه اصلا المكان اللي كانوا بيهكروا فيه الموبايلات يبقى سينما قديمة جنب محل الموبايلات؟ هل دي ليها رمزية معينة، زي مثلا ان الفن او السينما بمعنى اصح مهكرة حياة المجتمع من غير ما يحس، او بتعرض جانب من حياة الناس محدش يعرفه غيرهم، بتعرض الاسرار والحكايات والرغبات والافكار اللي بتيجي في عقولنا طول الوقت بس ما نقدرش نقولها؟ معرفش، بس انا حسيتها كده يا شقيق، وممكن برضو اكون انا مأفور، لكن في الواقع مسلسل هذا المساء مسلسل حلو وبيناقش قضايا كتير انا ما كلمتكش عليها. انا يمكن كلمتك عن الجزء اللي حببني في المسلسل، واحنا فعلا يا شقيق محتاجين مسلسلات من النوعية دي كتير، لسبب واحد، انها بتعبر عننا فعلا. يعني مثلا انت في المسلسل ده هتشوف الحارة والشوارع بتاعتنا، هتشوف المترو بتاعنا الطبيعي العادي، مش هتشوف الحارة بتاعتنا في لبنان والأبطال فيها بيتكلموا بلغة الشحط محض، مع احترامي للغة الشحط محض وللناس اللي بتحبها. لكن برضه يا شقيق احنا محتاجين اللغة العادية، لغة البني آدمين. وفي النهاية لازم تعرف كويس ان كل حاجة صغيرة انت بتعملها سواء كانت صح او غلط، فهي من الممكن جدا يكون ليها اثر كبير قوي في المستقبل، زي الترومات اللي بتحصل لنا من واحنا صغيرين، سواء كانت الترومات دي من المدرسة ومن زمايلنا او من اهلنا. الترومات دي بقى هي اللي بتحدد احنا هنكون عاملين ازاي لما نكبر. خليك فاكر يا شقيق ان اثر الفراشة لا يزول. سلام يا شقيق.